السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا خارج المطبخ النهاردة. النهاردة قلنا كده نعمل ايه؟ احلى كحك معانا. انا بعد الفطار ادوق براحتي. بيدوب. وعاملين بتشيفور، عاملين كحك. عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله، دول 2 كيلو كحك بس. دول كيلو من البيتشفور، بسم الله ما شاء الله. تحسوا ان احنا عاملين وليمه كده. بس عايزه اقول لكم بجد بجد بجد، يعني اوفر، انضف، اطعم، كل حاجه. لو دخلتوا عملتوا بنفس المقادير اللي انا عملتها هيطلع معاكم الكحك والبيتشفور في حته تانية خالص. خشوا الفيديو وشوفوا الجمال بتاعنا، وشوفوا والله ما خد معايا وقت خالص. انا يا دوب فطرت وعملت، يعني بصوا مفيش. اوريكم الساعه دلوقتي كام. عايزه اقول لكم ساعه زمن كنت خلصت بسم الله ما شاء الله بالتسويه بكل حاجه. خلصت البيتشفور وكنت خلصت الكحك. خش الفيديو معانا وشوفوا احنا هنعمل ايه. واللي مش متابعني على الانستجرام هيلاقي الوصفه دي لوحديها ودي لوحديها. خشوا تابعوني، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله. وخشوا معانا الفيديو. هنا كنت جايبه 300 جرام من السمنه، وحطيت معاهم 200 جرام من الزبده. الزبده اللي انا مسيحاها دي عايزه اقول لكم ادت طعم وريحه وهم البيتشفور. حبيبي يا رسول الله، ننزل بيهم كده في العجان بتاعنا، او لو عندك مضرب بيض بالكهرباء تمام، عشان تبقى بس كريمي معانا. ما عندكيش ممكن تقلبيهم عادي بايدك، لو ما عندكيش ده متاح ولا ده متاح. هنا كنت معايا كوبايتين من السكر البودر، نزلت بيهم كده، ومعايا 4 بيضات. خدوا بالكم من المقادير دي علشان البيتشفور بتاعنا يطلع حلو كده وجميل. ننزل واحده واحده كده، نقلب 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 كده فيها لحد ما يبقى القوام كريمي. عملتيها بايدك، عملتيها بمضرب بيض يدوي، بمضرب كهرباء، بعجان، المتاح عندك اعمليه. هنا كان معايا معلقه كبيره من الفانيليا السايله. انا هنا كنت بنزل كده الحروف اللي من الجناب كده، الجناب دي كده عشان خاطر ايه تلم معايا. بس تفضل بقى تقلب كده لحد ما تشوف القوام بسم الله ما شاء الله بقت كريمي كده زي ما انتوا شايفين. ده القوام اللي احنا عايزينه. لازم تتضرب كويس جدا عشان خاطر السكر يدوب كله، ما يبقاش محبب كده وانتي بتاكلي. تمام، ما يبقاش محبب يعني في العجينه. هنا بننزل ب4 كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق هننزل بيهم كده تدريجيا كده، ونلم العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. تسرع بس شويه كده. هنا هنزل بباقي الدقيق. خلاص كده. بس احنا هنا بنقسم العجينه، بناخد منها جزء كده وجزء تاني بنحط عليه كاكاو عشان يبقى ايه بيتشفور بالشوكولاته. تمام، بناخد نص العجينه كده لوحدها، بس انا كترت في الشوكولاته شويه عشان عيالي بيحبوا الشوكولاته اكتر يعني. حتى في الحشوه برضو هتلاقوني حاطه نوتيلا اكتر يعني. هنا بنجيب بقى معلقتين من الكاكاو الخام، حطينا كاكاو، يبقى نحط معلقه زبده تاني. ليه بقى الزبده؟ عشان تطري معانا العجينه، لان لو حطينا الكاكاو بس من غير ما نحط معلقه الزبده دي الكاكاو هينشف العجينه بتاعتنا. فانا عشان المقدار بتاعنا يبقى كويس، الجزء اللي احنا بنحط عليه الكاكاو بنحط له معلقه زبده او سمنه تاني. هنا كنا بنشكل. طبعا انا حصلت لي مشكله بسبب المكنه بتاعت البيتشفور. انا بعد ما طلعت المكنه البيتشفور عندي اتكسرت طبعا، وزعلت، وكنت خلاص العجينه كانت جاهزه. بس الحمد لله الحاج بعت جاب لي مكنه تانية واتصرفنا الحمد لله، وطلعت الاشكال الجميله دي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى ايه طلعت كده زي ما انتوا شايفين. هنا كنت جايبه شوكولاته بديل النوتيلا، كنت بلزق كده بيها، ومربى فراوله. المتاح عندك حطيه.
شكلي زي ما انت عايزه بالطعم الحلو اللي يعجبك. هنا كنت بوريكم، بصوا انا ولادي عجبهم البيتيفور اللي غمقت شويه اكتر من الفاتحه، بحب كل حاجه مقرمشه. بس بسم الله ما شاء الله، يعني ايه، شكلي زي ما انت عايزه. بس ده كده شكله بعد ما خلص. تمام. هنا بقى نخش على ايه الكحك الجميل بتاعنا. هنا كنت جايبه 600 جرام من السمنه، سمنه على زبده، حطيت 300 و300، وحطيت هنا معايا معلقتين من سكر البودر، ومعايا معلقه كبيره من ريحه الكحك، ومعايا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنحط سنه ملح صغيره ونقلبهم كلهم في بعض. تمام. دي رشه الملح، ونقلبهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب خالص وكله يبقى مع بعضه كده، تبقى ايه كلها مع بعض. بعد كده جبنا معانا هنا كيلو من الدقيق. الدقيق لازم يكون للكحك والبسكوت، متخصص للكحك والبسكوت. لازم نقول كده للعطار او المحل اللي بتجيبي منه عايزه دقيق للكحك والبسكوت. هنا بنلم العجينه بتاعتنا كلها في بعض. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا لازم نخلي الدقيق كله يشرب من السمنه، لازم اهم حاجه، دي اهم خطوه فيهم. بعد هنا كان معايا كوبايه من اللبن الدافي، ونقلبهم كده ايه لحد ما الدقيق كله، العجينه بتاعتنا تتشرب من اللبن. مش هنعجن كتير فيها. تمام. بس احنا نلم عجينتنا كده ونبتدي كده ايه نعملها كوره كده بس الصينيه عندي مش مدهونه اي حاجه. هنا كنا بننقشها. طبعا انا لما كانت المكنه عندي اتكسرت وجبت غيرها، فجي معانا ايه زي حاجات اشكال كده للكحك، كملنا بيها برضو، لان انا عجنت تاني. يعني انا عجنه كيلو معاكم كده عشان اوريكم بس الكيلو عامل ازاي. بس انا بسم الله ما شاء الله عجننا تاني بالليل، عملنا كيلو تاني. يعني بعد ما خلصت العجنه دي عملت كيلو تاني، عشان يعني الف هنا على اللي ياكل. يعني دي كانت عروسه بتاعت زين عملناها له كده. والاشكال اللي جت بعد كده في المكنه كان فيها اشكال حلوه قوي برضو. كان فيها ايه، كان فيها ارنوبه، وكان فيها دبدوبه، وكان فيها فراشه. برضو عملنا الاشكال الحلوه دي لسما والزين. هنا كنت بقول لكم ما عندكوش منقاش، ممكن عادي بظهر الشوكه كده، ونعمل الفراغات دي عشان تنزل فيها السكر لما نرش عليها السكر البودر في الاخر. بصوا هنا كنت بوريكم بقى الكحك لما استوى. عايزه اقول لكم دايب وتحفه تحفه. لو مشيتي بالمقادير بالظبط اللي انا عملتها هتبقى زي الفل. عايزه اقول لكم كيلو حلو جدا، عايزين تزودوا زودوا زي ما انتوا عايزين. وبيرمي بسم الله ما شاء الله. يعني بص انا بوريكم هنا لون الكحكايه عامله ازاي من تحت. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى نرصه كده وننزل عليه بالسكر البودر كده ونرص معانا الكحك الجميل بتاعنا. عايزه اقول لكم والله العظيم كل حاجه سهله وجميله، كل حاجه ممكن تقدري تعمليها في البيت، ولا نروح بقى نشتري بالشيء الفلاني من بره ولا اي حاجه. انا قاعده كده انا والولاد وباباهم قاعدين كده عجلنا الكحك كده والبتشفور. عايزه اقول لكم والله العظيم الفكره حلوه. يعني فكره ان انت تعملي الحاجه في البيت نظافه وتوفير واطعم. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم احلى بكتير. انا بنتي بتقول لي احلى ماما من العبد. فبصوا بسم الله ما شاء الله، يعني كان طالع تحفه صراحه. يعني كده يعني احنا كنا الكلام ده كله كنا قاعدين بعد الفطار. عايزه اقول لكم بقى ايه، يعني الف هنا. هاكل كتير كده، قلت مش هاكل كتير عشان ما ندخلش واحنا في رمضان. بس خلاص اتفرجنا على الفيديو، شفتوا كل حاجه. عايزه اقول لكم والله العظيم بجد انضف. انا مش عارفه ابلع، اما اكل مش هينفع كده. تحفه، اوفر واطعم، احلى بكتير 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 من انك تشتري.
والله ما خد معايا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. كيلو دقيق وكيلو 2 كيلو دقيق، انا اسفه انا صورت لكم بس في الاول كيلو، عامله كيلو تاني، دول 2 كيلو دقيق وكيلو بيتشفور. تمام، هنا 2 كيلو للكحك وكيلو للبيتشفور، دول 3 كيلو دقيق. تمام، ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني باذن الله، اعمل لكم البسكوت، نعمل بسكوت القمر بتاعنا. كل حاجه تعرفي تعمليها في البيت، اي حاجه عايزه تعمليها في البيت هتعمليها في البيت، بالمكونات اللي انت عايزاها، بنظافه، بكل حاجه. خش الفيديو، لا انت دخلتوا الفيديو خلاص معلش، اتفرجوا على الفيديو كله، شوفوا والله العظيم بجد 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 انا نفسي اتوهمت. بصوا القمر، بصوا. النهارده قلت لكم احنا خارج المطبخ، بس ان شاء الله يعني الفيديو يعجبكم جدا 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 جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.